السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ دلوقتي خلينا نكمل بقيه المواد اللي المفروض اللي احنا هنمشي فيها. ازاي نراجعها وازاي نلمها. انا مقدر ان وقتكم ضيق، بس انا كمان والله وقتي ضيق جدا. فانا غصب عني انا هلم دلوقتي بقيه المواد كلها على بعضها، اقول كل ماده ايه الاهم الحاجات اللي فيها، بس اللي انت تاخد بالك منها دلوقتي، يعني اللي انت تتك عليها، لان هي ديت اللي هتبقى التركية اللي هيلعب فيها في الامتحان يعني. فسامحوني بقى لو في لخبطه في الفيديو او في حاجه مش واضحه اكتر او كده يعني. انا عموما هقول كل اللي انا عارفه، وكل الشباب برضو اللي في اولى طب قالوه يعني، وان شاء الله الكلام كله يبقى فيه منفعه وتستفيد منه باذن الله. خلينا يا سيدي نبدا بالمواد اللغات، حاجه سهله ولذيذه خالص اهي. الانجليزي والفرنساوي او الالماني. انا بتكلم في ايه في المواد دي؟ جرامر. الجرامر بتاعك لازم تكون فاهمه كويس وحافظه. يعني هو في بعض القواعد للاسف بتتحفظ في الانجليزي، فانت لازم تكون مراجع القواعد بتاعتك كويس قوي. مهمه جدا. تاني حاجه الكلمات بتاع كل وحده، وده في الفرنساوي والانجليزي برضه. في كلمات جديده مهمه دي تعرفها كويس قوي. وفي اكسبريشنز، تعبيرات بقى بيبقى حاجه على بعضها كده، اللي هي فيها حروف جر وكلام من ده. الحاجات دي مهمه قوي 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 في الانجليزي، مهمه قوي. فانت خلي بالك من التعبيرات، خلي بالك من القواعد بتاعتك، وحل عليهم كتير، عشان التدريب ده هو اللي هيلم معاك الحاجات ديت بشكل اكتر. وتقدر كمان انك انت بالحل كتير ممكن يتكرر. طب ده بالنسبه للانجليزي. بالنسبه للفرنساوي انت هتعرف القواعد بتاعتك كويس قوي قوي، وحروف الجر بتاعتك كويس قوي قوي، والمؤنث والمذكر كويس قوي قوي قوي، والتعبيرات برضو كويس قوي، وتحل عليهم كتير جدا. ليه بقى؟ لان الفرنساوي بيتكرر منه اسئله، يعني ممكن تبقى هي نفس السؤال كده عادي، ولو ما كررش بتكون فكره تيبيكال اصلا، وانت بتحل هتلاقي كلهم على بعض بيلعبوا في كام فكره، مش كتير يعني. فخلي بالك من الموضوع بتاع الفرنساوي ان اسئلته بتتكرر. اما الانجليزي فانا بقول لك ان برضو قواعده، انت فاهم القاعده كويس هتعرف تحل كويس، صدقني بجد. وحروف الجر قلنا التعبيرات بتاعتها. حل قطع كتير واتدرب عليها كتير، حل في الانجليزي كتير. طيب هو ايه الكتب المعينه اللي انت ممكن تستخدمها؟ الكتاب اللي هيمشيك منه المدرس، يعني في المادتين دول بالذات هتسمع المدرس بتاعك، هتسمع كلامه كويس قوي. وعموما في اي ماده اصلا انت بتسمع كلام المدرس كويس قوي، يعني انت بتخلي بالك من الحاجات دي، بس انت بتنفذ اللي المدرس بيقوله لك بالحرف. يبقى في الكتب مذكرة المدرس، سواء في الانجليزي او في الفرنساوي هيبقى في كتب ميرسي وحاجات زي دي. الحاجات دي كلها بتبقى مراجعات كويسة قوي، فدي يعني ما فيهاش نقاش كتير، ما فيهاش كلام كتير. نيجي للمادتين التانيين، الاحياء والجيولوجيا. طيب نمسك يا عم الاحياء بالراحة كده. انا عايز من الاحياء، عايزك تكون فاهم كل كلمة في الاحياء. الاسئله اللي بتيجي بيبقى معتمد ان انت فاهم. اهم كتابين تحلهم هما كتاب الامتحان وكتاب التفوق. خلي بالك من الكتب دي، وخلي بالك من التفوق. ان شاء الله لو ما حليتوش كله تحل عليه شوامل، بس لازم تحل من التفوق وتحل كتاب الامتحان كله. مين المدرسين اللي ممكن تمشي معاهم؟ عندك احمد الجوهري، محمد ايمن، محمد صالح، او المدرس اللي انت ماشي معاه في بلدك. دول اكتر ناس يعني موثوق فيهم في السوق دلوقتي يعني. وفي دكتور بيحل شوامل اسمه دكتور محمود سويدي. الجيولوجيا يا سيدي هو ما فيهاش لعب كتير، ومش هيخرج بره المنهج بتاعك. الجيولوجيا وانت حافظها تكون فاهمها، فاهم بعض الحاجات فيها كده. في حاجات مهمه ان انت تكون فاهمها كويس، هي دي اللي بيلعب فيها يعني. وانك انت تحدد اتجاه الفالق والكلام من ده، تكون بتعرف تعمل المهاره دي كويس يعني. وتقدر تحل فيها اكتر من كتاب عادي، ما فيهاش مشكله يعني. في الجيولوجيا انت ممكن تمشي مع مين؟ جيو امام، ماجد امام، تحفه. نيجي بقى للعربي يا سيدي، وهو اخر ماده معانا كده خلاص. العربي دوت المفروض اكون عارف فيه ايه؟ نحو. النحو لازم تكون فاهم النحو كويس قوي، بتعرف تحل نحو بمهاره عاليه، حليت كتير، بتتعرض لاسئله كتير. لازم 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 النحو مهم قوي ان انت تتدرب عليه كتير قوي، وتعرف الفروق بين الكلمات، الفروق بين القواعد بتاعه النحو، الوحدات بتاعه النحو بتاعتك كلها لازم تكون حل عليها كويس قوي. مين اكتر حد بيحل ده؟ الحاج رضا الفاروق، الله يبارك له. يعني الراجل ده بيقف في السبع ساعات على رجله يشرح نحو، فهو بيلم كل كلمه. طيب في ناس مش عايزه تقعد السبع ساعات، مش هتلم النحو في سبع ساعات يعني. فعندنا الراجل اللي هو بتاع بسطها لك، محمد صلاح، الله اكبر عليه. برضو الراجل ده بيبسط المعلومه جدا، بس هو بيبقاش لامم كل حاجه يعني. فانت عايز تلم كل فسفوسه،
لو هتراجع مع عمك رضا يعني. اما لو انت عايز ان انت بس الحاجه تبقى انت ميح خالص، فانت عايز تلم على قد ما تقدر، محمد صلاح هيبسط لك الدنيا ويلم لك يعني ايه بشكل كويس. نيجي للادب والبلاغه والنصوص. ايه الفكره؟ مش معنى يعني رابطهم ببعض. اقول لك يا سيدي، الادب انت لازم تكون فاهم كويس قوي المدارس الادبيه بتاعتك، وحافظ صم الشعراء اللي في كل مدرسه. ليه بقى؟ عشان هيجي في النصوص، لما يجي في سؤال النصوص هيجيب لك اسم الشاعر. اسم الشاعر ده بقى هيسألك عليه هو تبع انهي مدرسة، وايه النظام اللي هو ماشي بيه، ودنيته ايه، كل ما يخصه في الادب. فانت لازم تكون حافظ الادب كويس يا جدعان. يا جدعان احفظ الادب جامد، صم الادب مهم قوي. تمام؟ واحفظ الشعراء، ولازم تكون فاهم، لازم تكون فاهم الفروق بين المدارس، وكذلك ليه علاقه برضو بالبلاغه. طبيعي. تمام؟ فربط الثلاث فروع دول ببعض، وسؤال النحو تكون متدرب على النحو كتير. ده اهم حاجات في العربي. تمشي مع مين؟ زي ما قلت لك بقى، يا اما عمك رضا يا اما محمد صلاح. طيب ايه الكتب اللي انت هتحلها في العربي؟ بص، بجانب الكتب بتاع الاستاذ رضا الفاروق او محمد صلاح، هتجيب كتاب ايه؟ كتاب البيان، وكتاب كيان الذهبي بتاع المراجعه، وفي كتاب الابداع، وممكن برضو تجيب الاضواء تحل منه نماذج. المهم تحل، عشان ان انت تلحق برضو نفسك، تلحق تستغل الفتره دي. انت عرفت اهم حاجه في كل ماده. هتعمل ايه؟ هتعيد وتزيد، ده اللي هيثبت المعلومه. هتحل كتير وتعيد وتزيد، هتراجع بنفس الطريقه اللي انا كنت قايلها في فيديو الكيمياء، اللي انت الحاجه ورا بعضها. يعني انت ذاكرت الحاجه حليت عليها، ذاكرت اللي بعدها تحل عليهم الاثنين، وهكذا. وتعمل خرائط تلم المنهج بتاعك. كده انت هتعرف تظبط دنيتك وتلم منهجك في دماغك، وتحل عليه كتير، هتدرب عليه كتير، تلاقي نفسك المعلومه حاضره، وان شاء الله تقفل. يعني احنا بنتكلم في انجليزي في تقفيل، بنتكلم في فرنساوي في تقفيل، بنتكلم في عربي يا عم ان شاء الله يعني ايه، يا رب ان شاء الله تقفله. يعني احنا بنحاول اللي هو انت ايه اعلى درجه ممكنه تعرف تجيبها. تمام؟ وبس، وربنا يوفقكم ان شاء الله في اللي جاي.